اهلا بيكم، جايلكم وصفة جديدة وفيديو جديد. هعمل معاكم طريقة الفطير بطريقة سهلة وبسيطة. معايا كيلو من الدقيق منخول. هحط عليه، هو المفروض معلقة من السكر، بس انا زودت سكر لان انا بحب الفطير مسكر، يعني بحب يكون مسكر، يبقى فيه سكارة كده. فانا زودت معلقتين من السكر ونص معلقة من الملح، وهحط ميه بقى على حسب بقى ايه ما يلم معايا دي. هفضل احط واقلب وهفضل احط والم لحد ما توصل معايا العجينة تكون طرية مش ناشفة ومش بتلزق قوي، يعني ايه بتلزق حاجات بسيطة. تمام كده هو. بقلب في الدقيق وبزود له مية، ما تحطيش المية مرة واحدة علشان كده مش تعرفي تسيطري على العجينة. لكن لما تحطي شوية بشوية هتلاقي ان الموضوع بدأ معاكي يلم واحدة واحدة. ودي اسهل وابسط طريقة تعملي بيها الفطير. هنبدأ بقى ايه، ممكن انتي يعني تجربيه في كوبايتين تلاتة، يعني ممكن 3 كوبايات دي وتجربيه. والله عرفتي تظبطي الدنيا معاكي تمام، كبري بقى المقادير والكمية وهيديكي بقى ان شاء الله النتيجة حلوة. هو الفطير عايز كل الموضوع اعجني كويس 10 دقايق. فضلت بقى ازود اهوت لحد ما العجينة لمت معايا وبقت عجينة طرية في ايديا مش ناشفة. احط بقى عليها شوية زيت وبرضه هفضل اعجن تاني، هتعجني بقى شوية كده حلوين بتاع 10 دقايق كده. بالطريقة دي طبعا جبت الصينية، صينية العشاء الكبيرة. بعجن فيها وهفرد فيها الفطير لان انا عندي رخامة بتاعة المطبخ صغيرة، فجبت الصينية الكبيرة. هدم بقى الطبق شوية من الزيت تحت وشوية من على الوش، وهسيبها بقى تستريح شوية. هغطيها بكيس كده وبفوطة اسيبها تستريح شوية. طبعا هي مش عليها خميرة عشان تخمر، لا تبص تلاقي ارتاحت العجينة ارتاحت، فتبقى سهلة ان انت تشكليها معاكي. هعمل بقى ايه كور صغيرة، كتير كتير كور صغيرة علشان هعمل طبقات من الفطير. جربيه، الوصفة سهلة وبسيطة. وممكن تكوني عايزة تتعشي ومثلا مش ما عندكيش حد يجيب لك حاجات من تحت، او ما عندكيش حاجة في البيت، عندك مثلا نص كيلو دقيق تعملي بيه فطيرة او اتنين. الموضوع سهل ومش محتاج مكونات كتيرة. وهنحط بقى نص كوباية زيت على كوباية سمنة، يعني السمنة قد الزيت مرتين، يعني كوباية سمنة عليها نص كوباية زيت. مش هنكتر زيت لان الزيت بينشف الفطير، هيخليه ناشف. هنبدأ بقى نفرد في العجينة بتاعتنا. يعني ايه، نفردها خالص، نخليها خفيفة جدا تحت ايديكي شفافة. لو اتقطعت مفيش اي مشكلة، احنا كده كده هنحط الطبقات على بعضها فالقطع ده مش هيبان معايا. هبدأ بقى افرد كذا واحدة فوق بعض فوق بعض، ممكن تعملي 4 5 6 فوق بعض واكتر كمان. كل ما هتزودي طبقات هتلاقي الفطيرة معاكي متماسكة وحلوة، بتتمضغ مش بتشد، مش رقيقة، مش ناشفة في بقك، لا هي سهلة وطرية بقك، تحسي ان انتي بتاكلي حاجة مش قرمشة بس. تمام، فزودي بقى الطبقات بتاعتك بالطريقة دي. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتختاروا الكل، يعني دوسي على الجرس مرتين وهتختاري الكل في تاني مرة، وتحطي لايك وتكتبي كومنت حلو يشجعني، وقولولي رأيكم ايه في الفيديوهات بتاعتي. بالطريقة ديت بفرد في العجينة بتاعتي. بصوا هي علشان مستريحة فبتاخد وتدي معايا، سهلة سهلة ان انا بفردها معايا. تمام كده بقى بحط طبقات على بعضها كتيرة، وبعد كده بقى ابدأ اطبقها كده مربعة. يعني اهم حاجة كتري سمنة، كتري المادة الدهنية بتاعتك. سمنة بلدي، ممكن سمنة عادية اللي هي العلب ماشي. اي حاجة، اي سمنة هتديك. عايزة بقى تزودي بقى القيمة بتاعتها والطعم، حطي قشطة، حطي سمنة بلدي. خلاص كده بقى بحطه في الصواني بتاعتي. ده صاج بتاع فرن الكهرباء، فانا طبعا هسويه في فرن البوتاجاز لان عندي فرن الكهرباء الفيشة تقريبا فيها حاجة، فهسويه. وهو ده بقى شكله. بصوا كان طعمه حكاية، كان طعمه حلو جدا. ممكن بقى جبنة جنب عسل بطحينة، ممكن جنب جبنة قديمة زي ما بتحبي تاكليه، ممكن تاكليه كده ترشي عليه سكر بودرة وتاكليه حلو قوي. جربوا الطريقة يا رب تعجبكم، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.